يا صباح الخير وصباح البركة. كل سنة وكلنا طيبين وبخير. النهاردة هنجهز مع بعض النابت اللي احنا هنعمله يوم الجمعة العظيمة. لازم النهاردة التلات نبدأ نجهز. هنروح للعطار ونقول له عايزين فول للنابت، فاهميني؟ بيبقى أبيض كده والحباية كبيرة. هنجيب نص كيلو، هنقيه وبعد ما ننقيه نحطه في طبق كبير عشان هو هيزيد حجمه، ونضيف عليه مية من الحنفية عادي، بس هنغرقه على الآخر، يعني هنخليه يعني ايه التلت والتلتين، التلت فول والتلتين مية. تمام، وهنقلبه كده ونسيبه على الرخامة لمدة 24 ساعة. يعني عملتيه التلات الصبح، يوم الأربع الصبح هنعمل الخطوة اللي بعد كده. عملتيه التلات بالليل يبقى الأربع بالليل نعمل الخطوة اللي بعد كده. تمام كده خلاص. هنسيبه 24 ساعة، وبعد 24 ساعة هوريكي شكله وصل لفين. هنمشي مع بعض خطوة خطوة. تاني يوم اللي هو يوم الأربع هتلاقي الفولة بالشكل الجميل ده، شايفين؟ فولة كبيرة شربت المية. طبعا كنت كل شوية أبص عليه، لو عايز مية بديله مية. بص الفولة جميلة ازاي. كده خلاص. هبدأ إن أنا أخده على الحنفية، أشطفه كده شطفة واتنين، وأصفيه خالص من المية دي. هيبقى شكله بالشكل ده. هنعمل ايه؟ بصوا بقى الفولة حلوة ازاي وكبيرة، عشان دي فولة نابت. ركزوا معايا. هنجيب فوطة طبعا خاصة بالأكلات، مش هنستخدمها في أي حاجة تانية غير الأكل. هنجيبها نبلها مية، نغرقها مية، ونغطي الفول بالمنظر ده. هنغطيه خالص ونسيبه برضو 24 ساعة متغطي كده بالفوطة اللي فيها مية. وبعد 24 ساعة هناكل الخطوة اللي بعد كده. وبعد 24 ساعة هنشوف الفول بتاعنا وصل لحد فين. كده هو نبت معانا، بمعنى إن إحنا في ليلة، أول ليلة بليناه بمية، سيبناه 24 ساعة، وبعد كده حطيناه ليلتين كاملين متغطي فوطة مبلولة. يلا مع بعض نحضر النهي. هنجيب كده حلة على النار فيها 4 معالق زيت، وهبدأ أنزل عليها بمعلقة توم كبيرة. هنا بعمله بطريقة أمي الله يرحمها، كانت طريقتها جميلة جدا، وأنا واثقة هتعجبكم وهتشربوا معايا أحلى شربة نهي. بعد ما حطينا معلقة التوم على في الحلة بدأنا نشوحها كده لحد ما يكون لونها دهبي زي طشة الملوخية والبامية. تمام كده خلاص بقت هتاخد معايا لون. هنزل عليها بمعلقة كمون، لأن النابت بيحب الكمون جدا، وكمان رشة كزبرة، وأظبط الملح بتاعنا. يعني دي حوالي نص معلقة ملح. ونبدأ نشوح التوم مع الكزبرة والكمون، وريحتها خطيرة جدا. بصوا كده، بجد الريحة بجد جامدة. شايفين لونها بقى حلو ازاي؟ هنا هاكون غاسلة الناب بتاعنا بقى آخر مرة، أغسله وأصفيه وأنزل على التوم. الطريقة دي يا جماعة بتخلّي النابت ريحته خطيرة، والشوربة صافية ولونها جميل، أكنها على لحمة ضاني، مش شوربة نابت أبدًا. الله يرحمها أمي دايمًا بتعمله لنا بنفس الطريقة كده. في ناس بيعملوه مكمور، أنا ما باحبش المكمور، اللي هو التوم ني ومَيّة وليمون وعلى النار، نحب نعمله كده، وريحته جميلة أوي وطعمه حلو أوي مع العيش المحمص. هابدأ بقى أنزل عليه بعصرة ليمونة كبيرة، وأبدأ أشوّح بقى الفول بتاعنا مع التوم مع البهارات كده. بصوا الفولة جميلة. هنزل عليها بجزراية متقطعة قطع كبيرة، وكمان بصلاية متقطعة قطع كبيرة. الخطوة دي اختياري، بس أنا شايفة بتديها طعم حلو قوي للشربات النابت. تمام، وده خضار مفيد مش مضر يعني. شوح كده كله مع بعضه كده. تمام، هكون بقى مجهزة معاكم لتر ونص مية. المهم المية تغطي الفول بحوالي قيرتين، وتكون الحلة كبيرة عشان لما يغلي ما يفورش معاكي ويبهدل الدنيا. بصوا يغطيه كده، ده اللي إحنا عايزينه، وهنسيبه من غير ما نغطّي الحلة. بعد 10 دقايق شُفنا كده الناب بدأ يغلي معانا. هتقابلي كريمة عادي، ممكن تكون من الخضار، ممكن تكون من المَيّة نفسها. تشيلي الريمة بتاعتِك كده، ممكن كمان تحطّي منديل مطبخ، مناديل مطبخ كده على الوش، واسحبي بيها الريمة، ما فيش أي مشكلة. كده خلاص شِلنا الريمة، وآدي البتاعة بُصّوا مَيّته صافية إزاي وجميلة، بصمته خطيرة، بأمانة خطيرة. نقلّب كل شوية نقلّب كده لحد ما نحس إن الفولة استوت. إمتى أعرف إن استوت؟ لمّا أمسك الجزراية وأضغط عليها كده بإيدي، لو الجزراية استوت يبقى الفولة استوت. تمام؟ إن تاخد نفس السوا. وكده الفول بتاعنا استوى. نبدأ بقى نعمل الطشة المهمة. طبعًا أنتِ في أول طشتِ بتوم، ممكن تستغني عن الخطوة دي، يعني برضه طعمه حلو وريحته جميلة جدًا. بُصّوا المَيّة بتاعته جميلة إزاي، بس أنا برضه حابة أعمله بطريقة أمي الله يرحمها، إن هي أطشه بعد ما يستوي. تمام، هنجيب كده قلاية نحط فيها 4 معالق زيت، أنزل معلقة توم، وأبدأ بقى طشتنا العادية جدًا. هنطشه زي ما بنطش العدس، بنطش البامية، الملوخية، لحد كده تمام. هانزل بقى عليها بمعلقة كزبرة ناشفة بتخلّي ريحة التومة جميلة جدًا، وهاحمّرها. أنا باحب أحط الكزبرة أثناء تحمير التومة عشان آخد الريحة الجميلة اللي أنا شاماها حاليًا دلوقتي دي، ريحة التومة خطيرة. كده أقلب فيها لحد ما آخد لون دهبي ده،
وأطشّها وأدّي له غلوة، وكده جهّزنا أحلى نابت. بجد ريحته خطيرة، بُصّوا مَيّته صافية إزاي وجميلة، أكنها معمولة على لحمة ضاني مش على فول نابت. بُصّوا الجمال، حلو أوي، ريحته مَلِت البيت وخطير، بجد روعة. الله يرحمِك يا أمي. يالّا مع بعض نقدّمه مع بعض. آدي بقى الفول بتاعنا باقدّم كده في الطبق وأبدأ أنزل عليه بعصرة ليمونة، بس عاوزة أقول لكم قد إيه الشوربة صافية والفولة مستوية وجميلة جدًا، بأمانة حلوة أوي، وعملناه بطريقة زمان وأكلات زمان، بجد روعة، طريقة سهلة وبسيطة جدًا، وبألف هنا على قلوبكم، كل سنة وكل حبايبي طيبين، أتمنى الفيديو يكون النهارده عجبكم، وأرجوكم تترحموا على أمي، وباشكركم جدًا، جدًا، بقى اللايك وكومنت تشجيعي، كمان لو مش مشتركين عندي تنوروني، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد، وعايزة أقول لكل حبايبي كل سنة وكلنا طيبين وبخير، مع تحياتي ميري أنور، باشكركم جدًا، جدًا، وباقول لكم سلام، اوعوا تنسوا اللايك، سلام.